ولا هو يقدهم كاملين بالتمام والكمال. كملوا النهارده يا نعيمه، ما كان امبارح ناقصين 16,000. خلاص قلت ما بقيش عليا حاجه ان شاء الله جوع. الصراحه يعني ما نفسيش اشوف وشك تاني يا حاج. حسبي الله ونعم الوكيل. ها هتعد يا حاج نور؟ عد. يا دي حود، انا طلعت يا واد، طلعت بقى خلاص مفيش حاجه. قول لي عملت ايه في حوار الميكروباص؟ طب يلا دغري على الراجل، ما تقلقش بقى وانا اروح استناك في البيت. يا واد احكي لك اما اجي لك بقى. يلا سلام سلام، يلا سلام. تمام تمام. يا اختي الف الف مبروك يا نعيم. يا اختي انت لسه ماسكاهم في ايديك، قطعيهم يا نعيم. والله العظيم 3 ما انا مصدقه، ده عمري كله يا عيال. انت هتتصوري جنبهم يا نعيمه؟ دول يتعمل فيهم كده؟ بقول لك يا اختي تيجي نروح سيما كده ونعمل اي حاجه. يا اختي انا في ايه ولا في ايه؟ والله يا نعيمه يعني ايه في حد سلفها الفلوس دي؟ امال هي ما قالتش الكلام ده امبارح ليه؟ ده كذب، الست دي كذابه. لا تعالى بقى على هنا، احنا لازم نشوف حل للمشكله دي. ايوه يا حازم، لا تروح ولا تيجي يا ابني. خلص شغلك براحتك وتعالى في ميعادك. مع السلامه. لسه شايفه انها مظلومه وما سرقتش؟ انت فعلا مصدقه كلام فارغ ده؟ حبيبتي خلصتي الديزاينز اللي كنتي بدأتيهم؟ في يا ماما؟ خلصتيهم ولا لسه؟ انا بقالي كتير ما شفتلكيش حاجه جديده. طب اقول لك على حاجه؟ اللهم طولك يا روح. انت تروحي لنعيمه لوحدك وتقولي لها انها لو ما رجعتليش الحاجه انا مش هسيبها في حالها. هو المبلغ ده فارق معاكي قوي كده؟ طز في المبلغ مش هو الموضوع خالص. وبعدين يا ماما، انا فارق معايا المبلغ. انا ست اترفدت من شغلها وعايزه افتح مكتب لوحدي، فالمبلغ ده عليه مبلغ زيه كده هعرف افتح المكتب. ايه رايك؟ هديهم لك يا مروه. يا نهار اسود، هو انت فعلا عندك استعداد ان انت تدفعي فلوس من جيبك على انك تسجنيها وتعاقبيها؟ بطلي تفكيرك الضيق ده. مش يمكن لو هي فعلا كانت عملتها وانت سكتي عليها يبقى ده اشد عقاب؟ حكم بقى ومواعظ وكلام حديث الروح بتاعك ده. يا بنتي الدنيا اللي احنا عايشينها دي طول ما النفس داخل وخارج ربنا بيسيب لنا الحبل على الغارب. وانتي وكيفك يا تعملي الحاجات الصح يا تعملي الحاجات الغلط، وربنا مراقب وشايف وساكت، والحكمة كلها في سكوته ده. السكوت لا هو ضعف ولا قلة حيلة، ده هو ده العقاب اللي بجد. ربنا يعافينا من مكره يا حبيبتي ويفوق اللي مآمن لسكوته ومش عامل حساب مكره ده. بتكدني يعني متأخرة بالقصد، ترد لي القلم بسلامتها. معلش يا طه يا اخويا، بالراحه على اعصابك شويه. انت اللي فيك مكفيك، ما يبقاش من كله. هي المدرسة الزفت دي مش بتخلص الساعة 5؟ متأخرة ليه لحد دلوقتي؟ الغايب حجته معاه. وبعدين عبير بتحبك، واذا كان كده يعني تبقى بتلعب معاك شويه. طبعا، ما هي مقموصة تعمل اللي هي عايزاه بقى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه اللي اخرك كده يا حبيبتي؟ المواصلات كانت زحمه. ولا انت ما بتاخريش ساعات يا وفاء؟ سير الشر وبراش الشكل اللي للبيع ده. بقول لك انا طهقانه وعلى اخري، هدخل اخد حمام وانام لي شويه ومش عايزه حد يصحيني. معلش يا اخويا، هي هتلين بالراحه عليها وانا هلين دماغها.
ازيك يا حبيبتي؟ اتأخرت ليه؟ هو فين اللي اتأخرت ده؟ ما اتأخرتش ولا حاجة. أنا بس كنت يعني بقول تلحق إن جريسكو هو لسه سخن. نجريسكو؟ وانت عرفتي تقفي في المطبخ بالجبس ده وتعملي نجريسكو؟ مش أنا، دي عبير. أنا بس وقفت على إيدها علمتها تعمله إزاي. عبير؟ أيوه، دي جت على طول بعد ما أنت نزلت الصبح. قلبت البيت كله وعملت الأكل وما قعدتش ثانية لحد ما نزلت. دي بنت زي الفل ومؤدبة قوي يا وليد. طب والله برافو، بس ايه اللي جد بقى؟ قالت لجوزها ولا انت اللي اتنازلتي عن شرطك؟ طبعا قالت لجوزها. ما أنت عارفني، أنا ولا هتنازل ولا هقبل بأوضاع غلط. عارف. طب ايه، هتسخنيه النجريسكو ولا اكله بارد؟ هتاكله سخن، بس أنت اللي هتسخنه. ماشي، انا اللي هسخنه. ام فريد كلمتني النهارده، بتقولي الناس اللي تشتغل عندهم عايزين يبيعوا الشقه بتاعتهم، بس مش عايزين عن طريق سمسار، عن طريق المشتري عدل. انت فاكر النموذج اللي قلت لك عليه؟ الشقه 300 متر، دي بتبص على النادي على طول، دي كمان بتقولي انها شايفه البسين، يعني مش في اي حته على النادي. بس انا بقى قلت لها انا مش هقدر ارد عليكي غير لما اخد راي نور الاول. ايه رايك لو نبدل، ناخد شقتهم ونبيع شقتنا ونخلص فيها قوام قوام، وهو برضه نبقى في الرحاب. ها قلت ايه؟ انت طالق يا سمية. نعم. زي ما سمعتي كده، انت طالق. يلا روحي بقى شقة الرحاب بتاعتك زي ما انت عايزة، يلا. انت اتجننت؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ اللي بقوله اني تعبت، رصيدي خلص معايا. انا ما بقتش طايق اخش البيت واشوف وشك واسمع صوتك وطريقة كلامك، تعبت، جبت اخري، فهمتي؟ شوفي يا بنت الناس انت عايزه ايه وانا هعمله لك. وانا بتهيالي الجوازه دي ما خسرتش معاكي في حاجه، طلعت منها هانم برضه. سمية، المصيبه اللي انا فيها دي انت ما تنفعش تقفي معايا فيها، ما ينفعش. انت بتقولي على الكلام ده؟ انا اللي نور اللي بتقولي الكلام ده؟ بعد كل اللي عملته عشان بس انت طالق، عايز ارجع ما الاقيش في البيت، روح على الرحاب بتاعتك دي، اي كلام في الفلوس مع المحامي مش معايا انا، فاهمه؟ فاهمه؟ Thank you very much. I'm a fool. Oh, I don't think you're a fool. Not at all. Well, to have known your position would be Well, it's certainly an honor. الساعة كام؟ الساعة 10. Now, about our طب اقلبي، I can tell you this much. هاتي مريم الموجي نتفرج عليها. مش عايزة تتفرجي عليها؟ وده من امتى ده ان شاء الله؟ يا بنت هتستقبطي عليا؟ ما دي ام المحروسه اللي جايه تقدم لك يا اختي، ولا مش عارفه؟ لا ما اعرفش. اقلبي. So you'd have had to use more than just merely the listing line. والنهارده الشباب ما شاء الله أهي. انا بكلمهم بقول لهم هي كمان دي، كمان، سيبيها. يعني عارفين ايه فضل اليتيم وفضل ان هو ينزل يعمل زي ما بنشوف، بينزل يعمل اطعام في رمضان، بينزل يكفل اليتيم، بيروح رحله معاهم، بيدخل عليهم السرور، كل الحاجات الجميله دي اللي تخلي مجتمعنا ما فيهوش حقد ولا غل، تخلي فيه تكافل. ده مهم قوي قوي بجد. ولو كل واحد فكر في الناس القريبين منه جدا، الناس اللي بتساعده في الحياه، زي السواق بتاعك، زي الراجل اللي انا بسميه بتاع النظافه مش بتاع الزباله، اللي احنا اللي بنعمل زباله، نوع من التكافل الاجتماعي. النبي كلامها زي الفل حماتك كل دي. واحد ساعد الناس اللي حواليه، مفيش حد ابدا في الدنيا هيبقى محتاج. لو كل الناس فكرت بالطريقه دي، لازم كلنا نحاول على قد ما نقدر. استني انا اللي هقوم افتح نبطي هنا. ويجدد نيته لله، لان ده قرار من التكافل الاجتماعي احنا لازم نشتغل عليه عشان في الاخر خالص بلدنا مساء الخير يا ست نعيم. تبقى اجمل، وبالذات في وقت قصير. لازم نبقى اقوى شعب زي ما احنا نستحق.